في الفيديو ده النهاردة هنقول ان مفيش اسهل ولا اجمل من ان احنا نعمل المخبوزات او العيش في البيت. النهاردة من نص كيلو دقيق هنعمل الكمية المحترمة دي من العيش الفينو. المدارس طبعا على الابواب، كل سنة وانتم طيبين. فالعيش الفينو هيكون اساسي من مشتروات كل ليلة ان شاء الله عند معظم البيوت. احنا بقى النهاردة هنعمله من كمية دقيق بسيطة. لو انتي بتخافي من العيش والمخبوزات جربي في نص كيلو بس من الدقيق، شوفي الجمال والسهولة والريحة والعظمة اللي انتي هتعمليها. هتقومي حالا تعمليه وتجربيه، اكيد مش هتشتريه تاني بعد ما هتشوفي النتيجة الجميلة اللي انتي وصلت لها. انا سمية من مطبخ مصر، اللي اول مرة يشوفني ياريت ينضم للقناة ويشترك ويفعل زر الجرس، وياريت كمان تدعموا الفيديو باللايك. بعد الصلاة والسلام على رسول الله هنبدأ فيديو النهاردة. انا هشتغل النهاردة طبعا بالعجان، وانتي سواء تعجني بايدك او بالعجان النتيجة واحد ان شاء الله. هحط الاول كده كوباية من المية العادية من الحنفية. طبعا لو في الشتاء بندفي المية. هحط عليها معلقة صغيرة مليانة من الخميرة الفورية. احنا بنتكلم في نص كيلو دقيق. هحط معلقتين اتنين من السكر، المعلقة زي ما احنا شايفين كده هنحط منها اتنين. بقى معلقتين سكر، معلقة صغيرة مليانة من الخميرة على كوباية مية. هحط معلقتين سمسم وده اختياري، ممكن ما تحطيهوش طبعا. وهبدأ بقى اقلب كل المكونات دي على بعضها. دي طبعا معلقة كمان من الخل علشان نعتبر كده بنعمل محسن للخبز. هنقلب كل المكونات دي على بعضها. ولسه هنحط الزيت هنا هيكون حوالي ربع كوباية. عايزة تحطي بالكوباية، عايزة تحطي 3-4 معالق، مش عايزة تحطي زيت خالص برضو ان شاء الله هيمشي معانا كل ده. لو انتي مش حابة تحطي زيت في العجين، في يعني المخابز مش بيحطوا زيوت ولا بيحطوا كلام زي كده. انا عندي دي طبعا نخلاه، وهحط عليه يعني ربع معلقة كبيرة من السكر من الملح عفوا، او يعني نص معلقة صغيرة كده من الملح. هحط هنا الزيت وهو حوالي ربع كوباية زي ما اتفقنا. وانتي طبعا هتحطي الزيت زي ما يريحك، اكتر من ربع كوباية لا، ممكن اقل، ممكن تلغي الزيت خالص وتحطي مكانه مية. وهنبدأ بقى كده بعد ما قلبنا المكونات دي مع بعضها هنبدأ نحط النص كيلو من الدقيق. هنحطه بقى كده ونبدأ نشغل عليه العجان. عايزين نعجنه عجن كويس جدا، وطبعا احنا هنزود المية بس بالتدريج. طبعا كل دقيق بيتقبل السوائل بشكل مختلف عن الدقيق التاني. يعني انا ساعات اجيب دقيق كله دقيق مخبوزات وكل حاجة، بس مش كل الدقيق بياخد مية زي بعضها. ودايما لما تيجي تعجني يعني تخلي العجينة يابسة اطول وقت ممكن تتعجن وهي يابسة، ده بيخلي العجينة تنجح معاكي كويس جدا. نبدأ نحط مية كده، هي تقريبا ربع كوباية اللي انا هضيفها كمان على الكوباية اللي احنا حاطينها في الاول. معلقتين بمعلقتين كده لغاية ما العجينة بقى تتكون معانا. عايزينها عجينة كده زي الملبن زي ما بيقولوا. شايفين شكل العجينة بقى بعد ما بيفوت عليها الوقت بقت كده تمام زي الفل. لازم يكون العجينة دي فيها سنة تلزيق كده. كل ما كانت العجينة فيها سنة التلزيق تعرفي ان العيش الفينو ان شاء الله هينجح معاكي. نغطيها بقى ونحطها على جنب كده لغاية ما شاء الله ما انتفخت وبقت بالشكل ده. طبعا احنا دلوقتي في الحر فالعجينة ما بتتحملش معانا، في الشتاء هتاخد وقت اطول. هنبدأ بقى نفضي العجينة على المفرش السيليكون بتاعنا او على اي حاجة هتعملي عليها، لو الرخامة نظيفة مفيش مانع. وهنبدأ بقى ان احنا نعملها كده يعني شكل اسطواني، وهنبدأ نجيب القطاعة ونقطع العجينة. انا بحب دايما اعمل الرغيف في حدود 70 جرام، ما بزودش الرغيف عن كده، وابدأ بقى ان انا اكوره وانعم وشه كده على المفرش. ونكمل بقى كمية العيش اللي معانا. فاحنا تقريبا كده هنطلع 13 رغيف من النص كيلو دقيق، هنطلع 13 رغيف. هنشوف شكلهم طبعا في الاخر. في رغيف لسه على جنب بقى اللي هنبدأ بيه. العيش طبعا كله 70 جرام، الا هو رغيف واحد بس اللي تقريبا 60 جرام، فتحسوا ان هو شكله اصغر شوية. هنبدأ بقى رشة يعني او مسحة بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين من الدقيق، علشان العجينة زي ما قلنا طرية مش عايزينها تلزق معانا، فالرشة البسيطة دي مش هتخليها تلزق معانا. نبدأ نفردها كده على شكل مستطيل، ونبدأ ان احنا نلم بالشكل ده. وكل ما نلف الرول لفة نحاول ان احنا نلزقه في بعضه من جوه علشان
ما يبقاش فيه فراغات، وكمان في نفس الوقت علشان رغيف العيش لما نحطه يستوي ما يفكش مننا بعد التخمر وكده، ممكن يفك مننا. نعمل رغيف كمان نفس الشكل اللي احنا شايفينه. لو انت عايزة تعمليه ميني تصغري القطع شوية، ولو عايزة تكبريه هتزودي برضو الوزن شوية. نقفل بقى التقفيل كويس جدا، وبعدين يعني نبرمه كده على المفرش مرتين 3 بحيث ان هو نضمن ان هو كده بقى املس. ونبدأ برضو نحط الفتحة اللي احنا قافلينها دي في الصينية من تحت. هنبدأ نرصهم. طبعا الصينية انا مش هحط فيها اي مادة دهنية، انا هحط على الصينية بس كده مباشر. ونبدأ نغطي الصينية ونسيبها حوالي ربع ساعة كده، تلت ساعة بالكتير. نكون بقى احنا يعني جهزنا بيضة، نضرب البيضة كده ضرب كويس، وهنحط عليها شوية من الخل، يعني نص معلقة صغيرة من الخل بس مع البيضة عشان ريحة الزفارة. وانا هحط النهاردة حبة البركة مع السمسم. ممكن تكتفي بنوع واحد فيهم، ممكن ما تحطيش خالص اللي يريحك. وممكن بدل صفار البيض كمان ممكن تجيبي شوية مية وتحطي فيهم معلقتين سكر وتدهني بيهم. ممكن معلقة لبن بودر مع معلقتين مية وتدهني بيهم. لون اللبن البودر طبعا مختلف عن اللبن الحليب. ممكن يعني البدايل اللي تبقى حاجات زي كده، معلقتين لبن حليب وتحط عليهم قهوة سريعة الذوبان وتدهني بيها. يعني حاجات تانية كتير غير البيض لو انتي مش حابة تحطي بيضة. نحط كده البيض ندهن كويس، وبعد كده هنحط رشة السمسم وحبة البركة. انا حابة العيش يكون بحبة البركة. اول رف من تحت هنحط عليه الصينية. الفرن عندي على 200 درجة، هسخنه كويس حوالي 10 دقايق قبل ما احط العيش. ولما يبدأ العيش يستوي معايا ياخد له حوالي كده 7-8 دقايق، وتحسي كده ان العيش بدأ ينفخ ما شاء الله، تولعي الشواية ياخد لون كمان من فوق، وتسيبي الشواية وتقلبي الصينية يمين وشمال لغاية ما اللون يبقى موحد وكل العيش ياخد اللون الجميل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. حاجة ما شاء الله فعلا عظمة. هعمل ايه اول ما العيش يطلع؟ مجهزة بقى بخاخ المية، وهبدأ ان انا ابخ العيش طبعا كله كويس على اساس العيش يطرى معايا ووش العيش يبقى طري خالص. اول ما العيش بيخرج من الفرن بتحسي ان هو ناشف شوية، بس بمجرد بقى ما هنضيف شوية المية اللي في البخاخ دول وهنغطيه وهنسيبه شوية كده لغاية ما العيش يهدى. هنخرجه بقى من الصينية، لان انا طبعا لسه ما خرجتوش، وزي ما قلنا احنا مش حاطين مواد دهنية، فممكن تحسي ان هو لازق شوية، بس بتحركيه بحاجة كده بالراحة بطرف السكينة او بقطعة الحلويات او اي حاجة كده بتدخليها بتسحبي الرغيف عادي، ولا بيبقى لازق ولا بيكون اي حاجة فيه مشكلة. تبدأي تخرجيه بقى ورصيناه بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. العيش ما شاء الله بيتكلم عن نفسه ومش محتاج وصف. ما شاء الله 13 رغيف بالظبط، يعني زي ما انتوا شايفينهم قدامكم كده من الفيديو، بنص كيلو من الدقيق. اظن مفيش اجمل ولا اسهل ولا اوفر كمان من كده. وما اضفناش بقى زبدة، ما اضفناش لبن حليب. طبعا لو انت عايزة تضيفي المكونات دي ممكن نبقى نعمل فيديو تاني برضو، نحط زبدة ونحط لبن بودر ونحط لبن حليب ونعمل اللي نفسنا فيه. لكن احنا النهاردة بندور على حاجة اقتصادية. شايفين العيش قد ايه طري، قد ايه هش. العيش خفيف جدا، يعني كأنك شايلة ريشة في ايدك بالظبط كده، مش حاجة تانية. كملنا العيش بتاعنا. هنبدأ بقى ان احنا يعني لو هيتاكل في نفس اليوم خلاص، لو هتعينيه بتبدأي بقى تحطيه في اكياس وتقفلي الاكياس وتبدأي تحطيها في الفريزر وتطلعيها قبل الاكل بساعة، او لو عندك ميكرويف هياخد يعني ثواني في الميكرويف وهيطلع كأنه لسه طالع حالا من الفرن. وكمان انا بفتح العيش وبحطه في الفريزر مفتوح جاهز عشان لو وقت ما اطلعه نعمله سندوتشات ما ياخدش مننا اي وقت. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون عجبكم ان شاء الله ونال رضاكم. يا ريت بعد اذنكم تدعموني وتدعموا الفيديو كمان بلايك عشان القناة تكبر، مش هتكبر الا بيكم. ومع تحياتي اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.